في يوم من الأيام اتصل بيا واحد صاحبي يقول لي حماتي مش عادية، تتكلم في أوضتها لوحدها وفاتحة كتاب وكأني حد بيرد عليها. لما رحنا اكتشفنا إنها ساحرة. القصة دي مش حكاية خيال، دي أول حالة رقية في حياتي، واللي حصل فيها كان مرعب. استعد، لأنك هتسمع حاجة عمرك ما سمعتها قبل كده. ايه بداية القصة؟ من 20 سنة كنت لسه بادئ أتعلم الرقية الشرعية. وقتها حصلت لي أول تجربة وكانت غريبة جدا. اتصل بيا واحد صاحبي وقال لي حماتي مش طبيعية، بتعمل حاجات تخوف. وبدأت تتكلم مع نفسها وهي فاتحة كتاب وكأن حد بيرد عليها. قلت له كتاب ايه؟ قال لي كتاب فيه رسومات وطلاسم، لقيته في كنيسة مهجورة وبتقول انه بيكلمها وبيطلب منها تساعد الناس. رحت البيت لقيتها ست لابسة اسود قاعدة في مكانها وشايلة كتاب قديم باين عليه انه مش عادي. قلت لها مين كلمك من الكتاب؟ قالت لي الكتاب نفسه. قال لي ساعد الناس، ارجعي كل واحد لبيته، لمراته او لاسرته. بس اللي حصل كان العكس. كل بيت كانت تدخل فيه يحصل فيه خراب. واكتشفت ان الحروف والرموز اللي كانت بترسمها ما هي الا طلاسم لسحر تفريق بين الازواج او بين الاسرة. زوج بنتها بدأ يشك وقال لها انت مش بتساعدي حد، انت بتدمري الناس والجن بيستغلك. اللي بتعمليه ده مش دين، ده سحر. الراجل ده كان يعرفني، فاتصل بيا انا والشيخ سراج والشيخ ابو بخاري الشيخ مصطفى. لما طلبنا نجيله رحنا له فورا. سمعنا منها القصة بالكامل، ولما بدأنا نقرأ عليها اللي حصل كان فوق الخيال. هقول لك اللي حصل في الجلسة الجاية لأنه محتاج فيديو لوحده. الجن اتكلم والأسرار كلها ظهرت. استناني في الحلقة الجاية وهتكشف معايا سر الكتاب اللي بيتكلم.